كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. عرف عنه بتضحياته الكبيرة حيث قضى أكثر عمره في السجن. نتحدث عن السيد أحمد شيخ فرس الذي ولد في عام 1927 بمدينة حرقيق بالقرب من مصوع، وهو رجل مناضل قدم الكثير من التضحيات من أجل استقلال إريتريا الحبيبة كغيره من أبناء وطنه، حيث كان يقوم بتهريب السلاح من أجل النضال والمناضلين بالتعاون مع الشهيد عثمان سبة ورفاقه الذين ساعدوه. وكان السيد أحمد شيخ فرس نائبا لإحدى البواخر الإيطالية، وكان مع رفاقه يساعدون المناضلين عبر ميناء مصوع، لكن اكتشف الاحتلال ذلك وأمرت بالقبض على الخلية كلها، وكان من ضمنهم السيد أحمد شيخ فرس والسيد عبد الله صائغ رحمه الله والسيد محمود صالح سبة رحمه الله والسيد صالح وراك رحمه الله وعدد من رفقائهم في عام 1966. وقد رفض السيد أحمد بالاعتراف بأي شيء حتى لا يسرب أي معلومات، وقد نجحت جبهة التحرير الإريترية وفي عملية نوعية وبطولية في تحرير كل هؤلاء الأبطال، وذلك في عام 1975، وكان من ضمنهم السيد أحمد. بعدها اضطر مجبرا مغادرة بلادنا الحبيبة، وبعد الاستقلال في عام 1991 كان السيد أحمد من الأوائل الذين عادوا إلى بلادنا الحبيبة. نعم، كان الثمن غاليا دفعه السيد أحمد، وذلك بقضائه عمرا طويلا في السجن أنقص من شبابهم من أجل الشعب والوطن حتى نالت بلادنا الحبيبة إريتريا استقلالها، فجزاه الله وجزاهم عنا خير الجزاء. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته.